ولا 400 ولا 500. تعالى اقول لك ازاي تعمله ب 100 جنيه. وتعالى اقول لكم هنحنط السمك ده ازاي. اول حاجه هنحتاجها مصفى زي دي، وتحتيها طبق. اول سمكيه معانا، والفسيخ بيحب الملح. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنفتح بقه كده، بص احنا بنعذبه وننزل فيه بملح. تاني حاجه نفتح الخياشيم كده وننزل فيها بملح. نقفلها تاني، نقلب الناحيه التانية، نفتح الخياشيم الناحيه التانية وننزل فيها بملح. نجيب بقى شويه ملح في ايدينا كده ونعمله على السمكيه من الجنبين، ونحطها كده تبقى وشها لتحت بحيث ان فيها اي ميه اي حاجه ينزلها عشان ما تبص. نعمل التانية. وبكده اول مرحله خلصت معايا. المفروض هنسيبها ما بين 10 ل 12 ساعه تنزل الميه اللي فيها كلها، ونرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. وبعد ما عدى 12 ساعه تعالوا نشوف بقى عامل ازاي. بصوا الميه اللي نزلت منه دي كلها لو كانت موجوده كانت تبوظ الفسيخ بتاعنا، فاحنا كده شلناه. هنجيب اي بوله فاضيه ننزل فيها بكميه ملح محترمه، ننزل ب5 معالق شطه، ننزل بمعلقه كركم، واخر حاجه نص معلقه سكر. وهتيجي تقول لي حطينا السكر ليه؟ هقول لك السكر ماده حافظه كويسه جدا مع الزيت اللي هنحطه كمان شويه. دلوقتي هنخلط كل المكونات دي ببعض، وهنجيب السمك بتاعنا. بصوا بقى شكله عامل ايه لما قعد 10 ساعات. بصوا الخياشيم عملت ازاي. هنجيب من الخليط بتاعنا كده ونحط تاني في الخياشيم ونكبس كده كويس، وبرده في البق نغلفها بالخليط ده عشان ما يجرالهاش اي حاجه. ونجيب من هنا برده كده ونعمل التانية واوريها لكم. ودلوقتي بعد ما غلفناهم بالخليط هنجيب اي شنطه عندنا في البيت هنحتاجها. يعني دلوقتي وقت الشنط، اي شنطه وانت ماشي لقيتها هتجيبها، برده في الشارع هتجيبها، محتاجين اي شنطه. نجيب كده اول شنطه ونفتحها وننزل اول ضحيه معانا وتاني سمكه، ونجيب برضو الخليط بتاعنا وننزل من فوق كده وننزل بمعلقه زيت اللي قلنا عليها ماده حافظه مع السكر. بعد كده نقفل الشنطه كويس جدا جدا وما يكونش فيها اي سنة هوا. نتأكد ان مفيش اي سنة هوا، لان اي سنة هوا كده الفسيخ بتاعنا باظ. ندخلها في اي عدد شنط عندنا، بس اهم حاجة نكفيه كويس جدا جدا من الهوا. ولو ما عندكش اكياس وعندك علبة زي دي مفيش مشكلة، ممكن تجيب علبة وتقفلها كده كويس وتسيبها في اي مكان شهرين، ما تجيش جنبها خالص ولا تفتح عليها غير بعد الشهرين ده، وهتدوق احلى فسيخ. وده فسيخ كنت مجهزه عامله قبل كده من فتره، تعالى اوريهولكم. كادوا من فرط الجمال يأذوه. بصوا الجمدان، بصوا الروعه. تعالوا بقى ايه نفتح اللوحه الفنيه دي. بص الجمال، بص اللحم الاحمر. دي حاجه في البيت مضمونه، احلى من محلات الفسيخ كلها، وعاملينها باسهل طريقه وباحلى شكل واحلى طعم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وفولو الاوت بوكس فود عشان تتابعوا كل الفيديوهات الجايه. وكل سنه وانتم طيبين.